يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده بقى هي من الوصفات اللي اولادنا بيعشقوها، واجمل ما فيها انها وصفه سريعه جدا وبسيطه جدا واخف وصفه في الحر اللي احنا فيه. وصفتنا النهارده بقى هو التشيكن فرايز بصوص الشيدر. الوصفه دي هي من الوصفات السريعه جدا. لو انتوا مستعجلين ومش لاقيين وقت تعملوا اكل، بتعملوا الوصفة دي سهلة وبسيطة قوي. فخليكم معايا عشان نشوف وصفتي بالتفصيل. لو انتوا عندكم بانيه جاهز بتحمروه وكده الوصفة نصها خلص. لكن انا هنا عندي بانيه انا متبلاه من اليوم اللي قبلها، وهبدأ اعمل الكفر بتاعه الخارجي. مثل الوصفة دي بيتعمل بأي نوع من انواع البانيه، سواء ستريبس سواء بانيه عادي، كله في الاخر هيدينا نفس النتيجة. ممكن اقول لكم تتبيله البانيه كانت عامله ازاي، انا نزلتها في كذا طريقه عندي على القناه، بس اقولها لكم في السريع دلوقتي. بجيب البانيه، بحط عليه معلقه خل، بحط عليه نص كوبايه من اللبن، شطه لو بتحبوا الحاجه الحاره، بابريكا، ومعلقه صغيره من البصل البودر. وبحطه بقى في التتبيله دي ليله كامله في التلاجة عشان احنا محتاجين اللبن دون يسقع معانا. انا هستخدمه في عمايل الكفر بتاعه الخارجي. هنا بقى بستخدم الكفر الخارجي، بجيب بوله بحط فيها كوبايه من الدقيق، شطه لو بتحبوا الحاجه الحاره زي ما انتم شايفين، مش بحابين الشطه بتستغنوا عنها، بتحطوا شويه من البابريكا، شويه من الملح، شويه من البصل البودر. الشطه هنا انا حطيت معلقه عشان احنا بنحب الحاجه الحاره شويه، لكن البصل البودر والبابريكا بتحطوا نص معلقه. اما الملح فبتحطوا ربع معلقه صغيره او اقل كمان عشان ما يبقاش مملح زياده. هنا خلاص طلعت البانيه عندي من التلاجة. شايفين الميه اللي بقول لكم عليها دي اللي هي الميه نزلت من الفراخ مع اللبن والتتبيله. انا بحتاجها تكون تبقى ساقعه عشان انا دلوقتي هنزل بقطعه البانيه فوق الدقيق ده. طبعا ببدا بقى ايه يعني امسكها كويس قوي واضغط عليها جامد في الدقيق زي ما انتم شايفين انا بعملها ازاي، بضغط جامد جدا على قطعه البانيه. بعدين بطلعها بالشوكه زي ما انتم شايفين وابدا انفضها كويس قوي كده عشان تنزل البواقي الخارجيه. وبعد كده هنزل بيها مره تانية على الصوص بتاعنا اللي هو باللبن ده، انزله تنزيله كده سريعه واطلعه واحطه تاني في الدقيق مره تانية واضغط كويس قوي. الضغطه دي اللي انا بعملها زي ما انتم شايفين دي اللي بتعمل التجزيعات في قطعه البانيه او الكريسبي، بتدي طبقه مقرمشه قوي. طبعا في الوقت ده بكون مجهزه على البوتاجاز الزيت بتاعي واسيبه يسخن قوي، لازم يبقى سخونيته عاليه. واحاول على قد ما اقدر اكون جايبه يعني الزيت بتاعي احطه في بوله ضيقه كده ويكون الزيت غزير. اهم حاجه عندي يبقى الزيت كميته كتيره جدا علشان قطعه البانيه تنزل فيه وتاخد الزيت من كل ناحيه فتقرمش معايا، تعمل الطبقه الخارجيه مقرمشه. واهم حاجه لما بنطلع قطعه البانيه من الزيت يا ريت ما نحطهاش على مناديل. فكره ان تطلعوها من الزيت وتحطوها على طبق في مناديل ده بيخلي الطبقه الخارجيه دي تطرى. زي ما انتم شايفين بقرب لكم المنظر، شايفين التجزيعات عملت ازاي معايا زي كنتاكي بالظبط. هنا انا حاططها على مصفى واسيبها بقى تنزل الزيت بتاعها، بواقي الزيت اللي فيها، علشان تفضل مقرمشه. لو حطوها على مناديل بتطرى جامد. هنا بقى هنسيب البانيه يتحمر على جنب ونبدا نعمل صوص الشيدر بتاعنا. بجيب هنا نص كوبايه من اللبن عليهم معلقه كبيره من الدقيق، ونبدا نقلب الدقيق كويس مع اللبن لحد ما الدقيق يدوب تماما في اللبن وما يعملش اي تكتلات. وبعدين انزل بكبشه صغيره كده حوالي مثلا ربع كوبايه من الجبنه الشيدر، وننزل بيها ونقلبها كويس جدا مع اللبن في الدقيق. زي ما انتم شايفين كده، معلش حته الجبنه ما اتصورتش، بس انا كنت نزلتها وقلبتها كويس جدا مع الدقيق. زي ما انتم شايفين السمك بتاعها كان تقيل شويه معايا، فهضطر هنا ازود حوالي ربع كوبايه تاني من اللبن عشان عايزه الصوص بتاعي يبقى لا تقيل ولا خفيف. ساعات بيبقى نوع الجبنه الشيدر مش حلو قوي ولا بيدوب كويس قوي على البوتاجاز، ففي الحاله دي ممكن تجيبوا الهاند بلندر وتضربوا كويس جدا الخليط دون بالهاند بلندر، او تستنوه لما يبرد خالص وتحطوه في الخلاط. بعدين هنزل بشويه ملح صغيرين جدا، اقل من ربع معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من المستردة، وابدا بقى اقلب كويس الخليط كله مع بعضه وكده يبقى الصوص جاهز معايا. ده اللون المطلوب والقوام المطلوب، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبكده يكون صوص الشيدر كده خلاص جاهز معانا. خدوا بالكم ان هو كل ما بيتساب اكتر، يعني بتسيبوه ويبرد، كل ما بيبدا يمسك اكتر من كده، فاحنا بنحب نخليه سايح شويه عشان لما يمسك يبقى ما يبقاش قافش قوي كده في البطاطس والفراخ. انا هنا كنت محمره بطاطسايه كبيره. هبدا بقى اجهز البوله بتاعتي اللي هقدم فيها. هحط طبقه من البطاطس، بعدين بجيب بقى الستريبس اللي انا حمرته وابدا اقطعه لقطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. احط طبقه على الوش كده حوالي 3 قطع من الستريبس. بعدين بنحط شويه من الفلفل الهالوبينو فوق الفراخ. طريقه فلفل الهالوبينو دي انا عاملاها في البيت، نزلتها بفيديو على القناه، طريقته سهله وبسيطه جدا، ادخلوا شوفوها. ممكن تستغنوا برضو عن فلفل الهالوبينو لو ملكوش في الحاجه الحراقه او ملكوش فيه اصلا، مش شرط تنزلوه على الفراخ. بعدين بننزل بقى باخر طبقه وهي صوص الجبنه الشيدر.
شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد كان طعمه كمان خطير. يعني بربع كوباية من الجبنة الشيدر عملنا بيه كمية كبيرة زي ما انتم شايفين قدامكم. وبس كده الوصفة خلصت. وصفة بسيطة وسهلة، وبجد الطبق زي ده بيشبع جدا لان الجبنة الشيدر تقيلة شوية، فبتحسي من اقل طبق او اقل كمية ان انتوا شبعتوا على طول. وطبعا مش لازم عشان تنفذوا الوصفة دي تمشوا في طريقتي في عمل الستريبس، ممكن تعملوه باي طريقة، ممكن شوية بانيه عندكم، ممكن البانيه جاهز، في الاخر هيديكوا نفس النتيجة. ولو مش بتحبوا اصلا فيها وجود الفراخ ممكن تاكلوها بالبطاطس والجبنة فقط. وبجد هي دي من احسن الاكلات في الصيف، لا خضار بقى، حاجات كده خفيفة وسهلة، وميزتها ان اولادكم هيعشقوها. يلا بقى تشجعوا واعملوها، بجد وصفة بسيطة وسهلة. كده تكون وصفتنا النهاردة خلصت، يا رب يكون عجبتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير، ومستنية كومنتاتكم عشان ده بيشجعني انزل لكم اكلات كتير. لسه في اي اكلة او اي وصفة اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله انفذها له. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه عاملش اشتراك ليه يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المرة الجاية في اكلة جديدة ووصفة جديدة. سلام.